سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية عمل إعدادات الصفحة مثل تحديد أبعاد الصفحة وقيمة الهوامش وغيرها من خواص الصفحات. فنفتح القائمة المسدلة فايل ونختار Page Setup، فيظهر المربع الحواري Page Setup، ويحتوي هذا المربع على 3 لوحات متغيرات. فمن لوحة المتغيرات Margins يمكن عمل الإعدادات الخاصة بشكل الصفحة. فمن الجزء Orientation نحدد اتجاه الصفحة سواء رأسيا Portrait أو أفقيا Landscape. ومن الجزء Margins نقوم بتحديد قيمة الهامش العلوي Top والسفلي Bottom والأيمن Right والأيسر Left، وذلك بإدخال القيم التي نريدها في هذه الخانات. ومن القائمة Apply To يمكننا اختيار تطبيق هذه الإعدادات على المقطع الحالي باختيار This Point Forward، والاختيار الافتراضي Whole Document يعمل على تطبيق الإعدادات على المستند بالكامل. وفي الجزء Review تظهر معاينة لشكل الورقة بالإعدادات الجديدة من حيث الاتجاه والهوامش. فنقوم بترك الإعدادات الافتراضية بدون تغيير. ومن لوحة المتغيرات Paper يتم تحديد أبعاد الصفحة بفتح القائمة Paper Size واختيار الأبعاد المناسبة من هذه القائمة. كما يمكننا إنشاء الصفحة بقياسات أو أبعاد خاصة إذا أردنا، وذلك بإدخال القيم التي نريدها في الخانات Width و Height. ومن الجزء Paper Source نقوم بتحديد مصدر الورق الذي سيتم وضعه في جهاز الطابعة عند إجراء عملية الطباعة. ومن لوحة المتغيرات Layout يمكننا تحديد بداية المقطع. فمن القائمة Section Start يمكننا اختيار بداية المقطع بشكل مستمر Continuous، أو في صفحة جديدة New Page، أو صفحة زوجية Even Page، أو فردية Odd Page. ومن القائمة Vertical Alignment نختار نوع المحاذاة سواء Top لمحاذاة الكتابات مع الهامش العلوي للصفحة، أو نختار Center لوضع الكتابات في منتصف الصفحة، أو Justify لعمل ضبط كلي بحيث يتم توزيع المساحات الخالية في الصفحة بشكل متناسب. ومن الجزء Headers and Footers يمكن تقسيم الأجزاء Headers and Footers إلى صفحات فردية وأخرى زوجية، وذلك باختيار Different Odd and Even. كما يمكننا جعل الأجزاء Headers and Footers مختلفة بالنسبة للصفحة الأولى فقط، وذلك باختيار Different First Page. وبعد عمل الإعدادات التي نريدها نضغط OK للخروج من المربع الحواري وتطبيق هذه الإعدادات.